لو انتي ساكنة في شقة إيجار باسم جوزك واتطلقتوا، بتحسي موقفك ازاي دلوقتي؟ تعالي أقولك على خبر من العيار التقيل. في أسئلة كتير بتوصل لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن وضع المطلقات اللي ساكنين في الشقق باسم الزوج بعد الانفصال. والخبر المفرح، المسؤولين قالوا إن الحالات دي بتتراجع قانونياً واحدة واحدة، وكل حالة ليها ظروفها الخاصة حسب مين معاها الحضانة، نوع عقد الإيجار ومدة الإقامة. كمان الضوابط الجديدة بتسمح لكل من الأم الحاضنة، الأب صاحب العقد، إن كل واحد فيهم يقدم طلب شقة بديلة ضمن مشروعات الصندوق. أيوة والله زي ما بقولك كده، الموضوع شفاف بالكامل، والصندوق بيشتغل بدون أي تمييز، وبيراجع كل المستندات القانونية وكمان أحكام الأسرة لضمان العدالة لكل طرف. ودلوقتي حابة أعرف إيه رأيكم في القرار ده، ومين ناوية تقدم طلب؟ شاركينا بقى برأيك في التعليقات وقولي لنا قصتك.